ليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية؟ سؤال مهم جدًا سأله الأستاذ محمد شبانة، ومش هو لوحده بصراحة اللي سأله، في كابتن خالد الغندور دايمًا، دايمًا، دايمًا بيسأله، فقرر بقى الأستاذ محمد شبانة إن هو يرد عليه بالمنطق وبالعقل كده، بس معلش يعني يا أستاذ محمد في كلمتين كده لازم يتقالوا يعني في الموضوع ده، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم مين بالمنطق وبالعقل وبتقول احتقان ومش احتقان ويهمك الاحتقان، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم كابتن خالد الغندور اللي هو أساسًا أساس أي فتنة موجودة في الرياضة، يعني أنت متخيّل أنت بتكلّم مين؟ يا راجل ده كان بيشجّع الرجاء أو بيحرّض الرجاء لإن هُم يعملوا عنف ضد النادي الأهلي، أنت متخيّل؟ يعني كان بيقول لك إن الرجاء اتظلم في ماتشه هنا مع الأهلي، علشان خاطر يزوّد الاحتقان بين جماهير الأهلي والرجاء، والأهلي كان رايح لسه يلعب ماتش العودة هناك في المغرب. فأنت بتكلم مين حضرتك أنت كلامك كله مضبوط وعلى عيني وعلى راسي، ولكن راح في المنطقة الغلط، أنت بتكلم واحد يعني غلط خالص إن أنت تكلمه بالمنطق والعقل، خالص يعني، بس ومع كامل احترامي لكلامك يعني.